حمد. الهرمونات هي اللي تخليه يكبر بسرعه، نمو غير. بس انه يقول يعني يرشها اليوم يبيعه، ما اعتقد ولا لا؟ لا في شيء ممكن يرش الصبح ويجنى. وش اللي يخليه يرشه الصبح ويبيعه؟ مش استفاد النبات؟ هو عشان الصراصير مثلا مرض معين او هرمنه الكوسه. يعني مثلا الكوسه مثلا لو جيتها الحين للهرمون حق الكوسه مسموح في السعوديه فتره تحريمه 7 أيام. لا يمكن الكوسه تخليها يومين في الوقت هذا الحر، لازم تجنيها يوم بعد يوم، معناتها في تجاوزات كبيره. كيف؟ ما فهمت ذي. هي لازم اذا انزرعت تقعد 3 أيام ولا كيف؟ لا جني المحصول اي لازم يوم بعد يوم في الوقت هذا اللي المعتدل هذا. ايوه، يعني لا حر ولا برد. في وقت البرد لا 3 أيام. يعني زي الكوسه. الكوسه انا يمكن ما ادخل بيتي، انا كمزارع انا ما ادخل بيتي. ليش؟ لاني عارف، انا ابن الزراعه وعارف الشغل ذا. وش السبب ما تدخل بيتك؟ ما اكلها الا اني ازرعها لي فقط. انا ماني مزارع كوسه لكن ما اكل منها. وش يصير فيها الكوسه لانك ما تاكل؟ الهرمون، ترش بالهرمون. والهرمون يكبرها. عندك الطماطم ايضا يرش بالهرمون. هذا الطماطم انتم ما شاء الله عليكم جايبين هذا ما ادري كيف جبتوه الهرمون. يعني احنا ما جايبينه تهريب. صحيح والله ما والله انا تفاجأت. بس شوف هذا جاي الان اشتغلنا تهريب اخرت عمرنا. هذا قيمته في الاردن مسموح في الاردن قيمته ب 100 ريال، يباع هنا ب 500. ايه هذا يباع بالسوق السوداء بالرياض هنا. ايه سبحان والله ما شاء الله تمام ما اخي. لا ويباع، انا اسمع عنه انه يباع بكميه كبيره. ايه جدا. احنا جايبينه يعني جاي رايحين طياره. هذا يساعد على العقد الزياده وفي نفس الوقت يكبر الحبه. ولكن اللي ممكن يصير خبير وفاهم في الطماط تصير فيها تشوهات. يصير فيها تشوهات يعني يمكن الناس الكبار شوي في السن يعرفونها، لكن الطماط اللي هذا ليش ينحط عليها؟ وش يسوي؟ يكبرها بس ويساعد في العقد. بدل ما يجي في العنقود 3 حبات 4 حبات يجي 7 حبات. بس هذا محرم؟ ممنوع عندنا في السعوديه. ممنوع. وفي دول اخرى ممنوع. في الاردن محرم عندهم كمان يا ابو محرم ممنوع في اوروبا. في الاردن ذا. سبب تحريمه ايش؟ لانها ماده هرمونيه. انت الان تجي وتحط الخيار في الثلاجه يكبر. يكبر وهو في الثلاجه. جرب انت الان الخيار شوي غالي الان. جرب جيب كوسه وجيب خيار حطها في الثلاجه تلاقيها بكره صارت لا تكبر شوي يعني بتشوف كبر من الرطوبه ومن البروده من الهرمون اللي موجود. من الهرمون.